عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، مساء الخير من اوضه المليونير. احنا النهارده مغيرين السيت اب شويه، وداوود شغال الكاميرا مان والمخرج بتاع الحلقه، وممكن يقول لكم مساء الخير من ورا الكاميرا. مساء الخير من اوضه المليونير. والحلقه بتاعتنا بتاعت النهارده بناء على رسائل كتير جات لنا من الناس اللي شافت الفيديوهات بتاعتنا وطلبوا ان هم يعرفوا معلومات اكتر عن الاوس بيلدونج والصناعات المختلفة في المانيا. فاحنا قررنا ان انا اتكلم النهاردة عن الاوس بيلدونج في الاوتيلات، بما ان انا بشتغل في الاوتيلات وبقالي حوالي 14 سنة في المانيا. اشتغلت في شركات مختلفة، الماني واسباني وانجليزي، وعدى عليا ناس بتعمل اوس بيلدونج كتير. عندي شوية معلومات، عندي شوية خبرة، يا رب أقدر أفيدكم بيه. لو نفسك تيجي ألمانيا وتعمل أوس بيلدونج وتشتغل في الأوتيلات فالفيديو ده ليك. أنا النهاردة هتكلم عن المجالات المختلفة للأوس بيلدونج جوه الأوتيلات، المرتبات اللي بتاخدها، ايه الاوس بيلدونج طبيعته عامله ازاي، ايه اللي بيحصل بعد الاوس بيلدونج، ومعلومات تانية كتير. الاوس بيلدونج ده او الاوس بيلدونج في الاوتيلات عامه هو طريقك للهجره لالمانيا. لو انت فعلا مهتم بالموضوع ده فالفيديو ده ليك. تابعني لحد الاخر عشان هقول لك ايه اللي ممكن يحصل بعد الاوس بيلدونج. يعني ايه اوس بيلدونج؟ الاوس بيلدونج هو نظام التدريب المهني في المانيا. يعني بتشتغل عملي في شركه او اوتيل، وبتروح المدرسه تتعلم فيها نظري. يعني بتقبض وانت بتشتغل، وكمان في الاخر اخر التدريب المهني بتاعك بتاخد شهاده معتمده معترف بيها في اوروبا. ولو ما تعرفش ايه هو الاوس بيلدونج وعايز تعرف اكتر، فممكن تتفرج على الفيديو بتاعنا عن الاوس بيلدونج، هتلاقيه لينكد هنا. عندنا في الاوتيلات في انواع كتيره مختلفه للاوس بيلدونج. من اهمهم او اكترهم شهره هم اربعه: الهوتيل فاخمان او هوتيل فاخ فراو، وده واحد بيعدي على كل اقسام الفندق، من الفرونت اوفيس او الريسبشن للباك اوفيس، بيعدي على السيلز، الماركتينج، الاينكاوف او المشتريات، بيعدي على السيرفيس. كل الديبارتمنت اللي موجوده في الاوتيل بيقعد في كل ديبارتمنت شهرين او 3 شهور بيتعلم فيهم القسم ده بيشتغل ازاي. تاني حاجه عندنا الهوتيل كاوفمان او هوتيل كاوفراو، وده واحد بيبقى متخصص اكتر في الاداريات، يعني بيشتغل ريسبشن بس بيقعد مده اطول في الباك اوفيس. بينزل يقعد في الاينكاوف او المشتريات. بيدخل الحسابات يقعد فيها مدة كبيرة، لأنه بيتعلم إداريات وإزاي يدير الأوتيل. بعد كده بنيجي للرستوران فخمان أو رستوران فخ فراو، وده واحد بيكون كل الأوس بيلدونج بتاعه جوه الرستوران بتاع الأوتيل أو المطعم بتاع الأوتيل أو المطاعم المختلفة في الأوتيل، وبيعدي على الحفلات، بيعدي على السيرفيس، بيشتغل مثلا في الفطار الصبح، كل ما له علاقة بالمطاعم في الأوتيل. آخر حاجة عندنا اللي هي الكوخ أو الشيف أو الطباخ، وده بيقضي الأوس بيلدونج بتاعته كلها جوه المطبخ. طبعا بيعدي في اقسام مختلفه في المطبخ. في الفطار بيشتغل في المطبخ، في الفطار بيشتغل في المطبخ بتاع الحفلات، بيشتغل في المطبخ بتاع الافراح لو في الاوتيل ده افراح. بيشتغل في المطبخ بتاع المطعم بتاع الاوتيل، وبيبقى كل تركيزه جوه المطبخ. طبعا نظام الدراسه في الاوس بيلدونج هنا في المانيا فيه نظامين بالنسبه للاوس بيلدونج بتاع الاوتيلات. يا اما بتروح 3 ايام الاوتيل ويومين المدرسه، والنظام ده انا من خبرتي ما شفتوش. انا اشتغلت في اوتيلات كتير وتشينز كتيره وما شفتش حد بيمشي بالنظام ده. في الغالب النظام بيكون بتروح الاوتيل اسبوعين واسبوع المدرسه. طبعا خلال الاسبوعين اللي انت بتروح فيهم دول على حسب القسم اللي انت متوزع عليه بتتعلم عملي بايدك، والاسبوع اللي انت بتروحه المدرسه بتتعلم فيه نظر. طبعا وانت بتعمل الاوس بيلدونج بتاخد مرتب، والمرتب بيختلف من سنه للتانيه، وطبعا كمان بيختلف من ولايه للتانيه.
يعني المرتب اللي انت بتاخده في برلين مش زي المرتب اللي انت بتاخده في فرانكفورت او في ميونخ، على حسب الولاية. وفي ولايات غالية في ألمانيا، في ولايات رخيصة. اللي انا هقوله لكم دلوقتي ده الافريج بتاع الاوس بيلدونج. مثلا السنة الأولى أنت بتاخد في حدود ال 950 يورو، السنة التانية بتاخد من 950 ل 1050، والسنة التالتة بتبقى ما بين 1050 ل 1200، يعني في الرينج ده. وطبعا المرتبات دي ده البروتو، يعني قبل الضرايب. طبعا احنا عارفين ان مدة الاوس بيلدونج هي 3 سنين. لو انت ماشي كويس في الاوس بيلدونج وبتعمل الامتحانات بتاعتك كويس والفيدباك بتاعت الاوتيل للمدرسة كويسة، فانت تقدر تقدم طلب ان انت تعمل في كوتسون للاوس بيلدونج. يعني ايه؟ يعني بدل ما تخلص الاوس بيلدونج في 3 سنين، تقدر تعمل الامتحان النهائي بتاعك بعد 2.5 سنين، يعني توفر 6 شهور. تشتغل ازاي بعد التخرج وايه المرتبات بتاعت التخرج؟ اولا، من خبرتي معظم اللي بيعمل اوس بيلدونج لو هو فعلا شاطر وعمل الامتحانات بتاعته كويسة والفيدباك بتاعت الاقسام اللي هو اشتغل فيها كويسة، فغالبا الاوتيل هيقدم لك عرض شغل ان انت تشتغل معاه. وحتى لو انت مش حابب تكمل مع الشركة دي، فهيكون عندك فرصة ان انت تشتغل في شركات تانية كتير. طيب، المرتبات بتبقى في حدود كام؟ اللي مخلص اوس بيلدونج مرتبات بتاعتهم بتبقى في حدود من ال 2200 ل 2600 يورو في الشهر. برضو تاني، ده البروتو وده الافريج. طبعا السؤال اللي ممكن ناس كتير تسأله، طب انا معايا شهادة سياحة وفنادق، ينفع اقدم على شغل من بلدي واجي عن طريق عقد؟ الموضوع ده صعب شوية، بس ليه حلول. يعني لو الشهادة بتاعتك معترف بيها هنا، فانت ممكن تقدم على فيزا التشانسن كارتا وتيجي تدور على شغل هنا. لو عايز تعرف اكتر عن فيزا التشانسن كارتا، هتلاقي الفيديو بتاعها لينكد هنا، واحنا اتكلمنا بالتفصيل ايه هي التشانسن كارتا. لكن لو انت الشهادة بتاعتك مش معترف بيها، فانت ممكن تقدم على اوس بيلدونج او تقدم على فيزا الاوس بيلدونج، والمتطلبات بتاعتها وازاي تقدم عليها هتلاقيها في فيديو تاني هنعمل له لينك هنا. اما بقى لو انت بتفكر بجد ان انت تيجي المانيا، فانت هتحتاج تدور شوية انت عايز تتخصص في ايه، وتعمل بلان لنفسك. وعامة احنا هنحط لكم في الديسكريبشن الويب سايتس اللي ممكن تبصوا عليها ايه الاوس بيلدونجز اللي موجودة وفي اوتيلات ايه والمدن ايه، وشوية معلومات عشان يبقى عندكم كده فكرة عامة ايه هو الموضوع ماشي ازاي. في اخر الحلقة يا رب اكون قدمت لكم معلومات تفيدكم، ويا ريت لو عندكم اي كومنت او اي اسئلة انا ما غطيتهاش او ما كلمناش عنها في الحلقة، ما تنسوش تحطوها في الكومنت، ما تقلقوش هنجاوب عليكم. يا اما هنجاوب في الكومنتات، يا اما هنعمل لكم فيديو فيه اجابات للاسئله بتاعتكم. ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، وما تنسوناش بالشير واللايك. سلام.